السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي، أسعد الله مساءكم. أدرك أحد السوالم يحيل المتورط في جريمة قتل عشيقته على استئنافية سطات. أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بحد سوالم صباح اليوم الأربعاء 9 نوفمبر الجاري على أنظار السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات الشخص المتورط في قتل عشيقته بمنطقة الساحل ولاد حريز بإقليم برشيد. وترجع تفاصيل الواقعة حسب مصادر محلية إلى مساء يوم الاثنين 7 نوفمبر الجاري، بعدما أقدم الجاني على استدراج الضحية من مدينة الدار البيضاء إلى مقر سكناه بدوار الخدادرة الخيايطة جماعة وقيادة الساحل ولاد حريز ليعرضها لاعتداء بشع بالضرب والجرح بدافع الغيرة، متهما إياها بالخيانة مع شخص آخر، حيث تمت إحالتها على مستشفى دار بوعزة بإقليم نواصر. ونظرا لخطورة وضعها الصحي تم توجيهها على وجه السرعة صوب المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، حيث فارقت الحياة بقسم العناية المركزة بنفس المستشفى. وتضيف نفس المصادر أن الجاني من مواليد 1976 ومتزوج وأب لطفلين، وسجله العدلي خال من السوابق القضائية، وينحدر من منطقة راس العين بمدينة الشماعية ضواحي مراكش، موضحة أنه كان يعيش حالة عزلة تامة بسبب مشاكل عائلية مرتبطة بإهمال الأسرة.